طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مهارات اللغة الإنجليزية ومادة الإنجليش للثانوية العامة عموما وثالثة ثانوي خصوصا. هنبدأ سريعا إن شاء الله نستكمل حلقات البهارات في لغة الفرنجات، ومعاكم أحمد أمين مدرس اللغة الإنجليزية للثانوية العامة معد المادة بجريدة وقناة الوفد التعليمية والمحاضر بقطاع البترول. النهاردة الحلقة الثالثة فيديو نمبر 3 في الجرامر كورس الخاص بالإنجليش سكيلز، فتابعوا معايا وهنستكمل إن شاء الله الحلقات بدرس مهم جدا من دروس الجرامر، ألا وهو السمبل بريزنت أو البريزنت سمبل، زمن المضارع البسيط. رغم إنه بسيط من اسمه إلا إنكم ما زلتم برضو كبعض الطلبة والطالبات عنده مشكلة في الاندرستاندين الشمولي للزمن. طبعا احنا قلنا الامتحان بطريقته الجديدة في السنوات الأخيرة والنظام الجديد لوزارة التعليم في منهجية وضع الأسئلة الخاصة بالمالتيبل تشويسز. مش هينفع ان احنا ندور على 1 زائد 1 يساوي 2 او الفيرب اللي معاه اضافات ايه ونحط المطلوب، لكن لازم تبقى عندك understanding of English language عموما وفهم اللغة الإنجليزية عموما، وخاصة فرع الجرامر منها اللي بدأنا منه الحلقات. ونبدأ سريعا على بركة الله مع السمبل present أو البريزنت سمبل. المضارع البسيط لازم عشان نفهمه هندرس الأول الأمثلة اللي فيه و study this example situation. زي ما قلنا احنا بندرس الأمثلة أو الإكزامبل من المواقف اللي بتبقى موجودة معانا من كتاب English Grammar in Use، الكتاب المحترم المرجع الانجليش سورس في شرح قواعد اللغة الإنجليزية بطريقة الفهم من خلال الإكزامبلز والبيكتشرز والتطوير المطلوب الأساسي عشان خاطر نفهم بيه الجرامر. Alex is a bus driver but now he's in bed asleep. وزي ما احنا شايفين الحاج أليكس نايم في سابع نومه، وهو أصلا سواق أتوبيس، لكنه دلوقتي في سريره نايم. He's not driving a bus. He is asleep. وأسليب دي معناها ان هو نايم مستغرق في النوم. He's not driving a bus. وزي ما درسنا في درس present continuous ان driving a bus يبقى بيسوق اتوبيسه دلوقتي او بيسوق الاتوبيس دلوقتي، فهو عمل نيجاتيف هنا فبيقول لك he's not driving a bus، يعني هو دلوقتي مش سايق الاتوبيس بتاعه لكنه نايم زي ما موجود معانا في الصورة. فبما انه هو نايم يبقى هو مش سايق الاتوبيس دلوقتي وقت الكلام عنه، لكن he's asleep هو نايم. but he drives a bus، لكن هو عموما بيسوق اتوبيس. he is a bus driver، فهو مهنته bus driver سواق اتوبيس لكنه مش سايق الاتوبيس دلوقتي وقت الكلام عنه. فبيقول لك drive أو drives، work and works، do or does is the present simple. يبقى الاكزامبلز اللي هو مديها لنا هنا هيفسرها معانا بالبوزيتيف فورم اللي احنا كنا عارفينه في السنوات اللي فاتت، ان البلورال سبجكت ان الفاعل الجمع like I, we, you, they بتاخد الفيربس drive أو work أو do. جميل. طيب he و she و it أو السنجلر سبجكت الفاعل المفرد هياخد drives works does. حد من الطلبة المصحصحة معايا يقول لي هو لاحظ هنا ايه؟ خد فرصتك. Have a look on the plural subject and singular subject والverbs اللي موجودة معاها. ايوه برافو عليكي. سامع طالبة بتقول ان مع الفاعل الجمع هيجي معايا الانفينيتيف verb، الverb without s، الفعل من غير اضافات من غير بهارات. الفعل هنا هيبقى معانا مع drive زي ما احنا شايفين، مع I we they جاي drive work do من غير s، لكن مع he she it هيبقى معانا الفيرب مع s او es في اضافات لافعال تانية او ies. يبقى
he شو it مع drives works does وأي they مع drive work do. Okay. ده كان part A في الإكزامبلز. طيب let's move to part B. معنا هنا في part B we use the present simple. We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general, or that something is true in general. يبقى احنا بنتكلم على present simple على الأشياء في عمومها. لما بنكون بنتكلم على الأشياء اللي هي بتحصل في كل الأوقات بتكرار، أو إن في شيء ما بيحصل بوضع طبيعي في العموم. أوكي؟ إن في شيء صواب في العموم in general. Like what؟ أو في معلومة معينة في الإيه؟ في الفacts. Nurses look after patients in hospitals. إن الممرضات عموما بيعتنوا بالمرضى في المستشفيات. I usually go away at the weekends أو at weekends. إن أنا دايما بخرج في الأجازات، أجازات الأسبوع، في نهاية الأسبوع. The earth goes around the sun. دي fact, general fact أو science fact إن الأرض بتدور حوالين الشمس، معلومة في الساينس. The cafe opens at 7:30 in the morning. إن الكافيه بيفتح عموما الساعة 7:30 في الصباح. يبقى هو هنا بيديني معلومة in general أو fact أو science fact أو something is true. Okay؟ أو something that happens all the time repeatedly. كل اللي احنا قلناه موجود معانا في الإكزامبلز. و remember لما أجي أقول I work but she works أو I work but he works. They teach but my sister teaches. يبقى أنا عندي المفرد أهو جاي مع teaches والجمع جاي مع teach. المفرد جاي مع works والجمع جاي مع work. طيب بننتقل للاستخدام بالنسبة للquestion والنيجاتيف. ده كان البوزيتيف فور. Part number C. We use do or does to make questions and negative sentences. لما نيجي نعمل الأسئلة أو نكون جمل النفي بيبقى معانا do or does. do or does بتيجي هنا في بداية السؤال ومش هتبقى مكتوبة small letters، لكن هتبقى مبدوء بيها في الأسئلة capital letters طبعا. do بتيجي مع I, we, they. does هتيجي مع he أو she أو it. وطبعا لازم نحط في الquestion infinitive verb. مع النيجاتيف we use don't with plural subject و doesn't with singular subject زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده برضو هنحط infinitive verb. For example, I come from Canada. Where do you come from? أنا من كندا وجاي من كندا. أنت منين؟ أنت جاي منين؟ أو بلدك إيه؟ I don't go away very often. ما بخرجش كتير، ما ببعدش كتير. What does this word mean? Not what means this word. تكوين السؤال لازم يبقى كده، ما يبقاش كده. Rice doesn't grow in cold climates. دي fact إن الرز مش بيطلع في الظروف المناخية الباردة لما يكون في زراعة الأرز. In the following examples, do is also the main verb. هنا do هنا do you do أو doesn't do. هنا main verb do هتبقى فعل أساسي. do التانية دي فعل أساسي. What do you do؟ يعني بتشتغل إيه؟ بتعمل إيه في دنيتك؟ I work in a shop. بيشتغل في محل. He's always so lazy. He doesn't do anything to help. He's always so lazy. لما هو دايما كسلان يبقى هو ما بيعملش أي حاجة في مساعدة الآخرين أو إنه يساعد حد. Part D. We use the present simple to say how often we do things. بنستخدم كمان المضارع البسيط إن إحنا نقول يعني إن الحاجات اللي إحنا بنعملها دي how often يعني عايز أقول إلى أي حد بنقوم بفعل الأفعال دي. I get up at 8 o'clock every morning. كل يوم بيقوم الساعة 8. How often do you go to the dentist? كم عدد المرات اللي أو يعني كم مرة غالبا ممكن تروح فيها لدكتور الأسنان؟
Jolie doesn't drink tea very often. يعني مش كتير بتشرب جولي شاي. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. إن روبرت بيبقى يعني عادة ما بيخرج حوالي 3 مرات، من 2 ل3 مرات سنويا. يبقى how often لما أكون ببقى عايز أعرف إلى أي عدد من المرات أو كم مرة أو إلى أي حد بتقوم بالأكشن ده. البارت الأخير اللي معانا عشان طولنا عليكم النهاردة I promise I apologize، ودي هنقولها سريعا. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. طبعا هو بيتكلم هنا على الفيرس زي يوعد أو يعتذر promise أو apologize، وزي الفيرب I suggest أنا بقترح. I promise I won't be late. أنا بوعد إن أنا مش هتأخر. Not I am promising. يبقى الفيربس دي مش هينفع تيجي معاها gerund تبع ال present continuous، لكن تيجي فقط present simple. What do you suggest I do؟ تقترح علي أعمل إيه؟ فتقول له I suggest that you. ما تقولش I am suggesting. أوكي؟ الفيربس دي apologize و promise و suggest لازم تيجي present simple بنفس الحال كده، ما تجيش continuous. In the same way we say I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse. وطبعا الفيربس الموجودة معانا apologize طبعا اللي هو بيعتذر، advise بينصح، و insist يصر على، agree يتفق مع، و refuse يرفض. أشوفكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الزمن واضح لكم، وتابعوا معايا إن شاء الله في سلسلة جديدة من سلسلة حلقات مهارات اللغة الإنجليزية والإنجليش جرامر للثانوية العامة عموما والثالثة ثانوي خصوصا. كان معاكم أحمد أمين، والسلام عليكم.